السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده يا رب وفي أحسن حال. النهارده بقى إن شاء الله هشارك معاكم فيديو. النهارده هعمل معاكم اللحمة بالبصل بطريقة سهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم. زي ما انتم شايفين كده بقى أنا جبت اللحمة اهي بقطعها قطع يعني صغيرة كده زي ما انتم شايفين عشان ما تاخدش يعني معايا السوا. ولازم أن تكون اللحمة اللي أنا هعملها ببصل تكون حتة لحمة كده ايه طرية كده. انتي بتقولي للجزار أنا عايزة مثلا أعمل لحمة بالبصل، فهو بيبقى عارف يعني الحتة اللي تتعمل بالبصل ده عشان بتكون حتة يعني ناعمة وكده وطرية وما تاخدش يعني معايا سوا غير بقية اللحمة يعني التانية. يعني زي ما انتم شايفين بقى كده هي لا هي حمرا ولا هي يعني سمينة قوي. هو بيبقى عارف الحتة اللي هي بتتعمل فهو بيديها لك زي ما انت شايفة كده. فانا بقى مسكتها قطعتها زي ما انتم شايفين كده بالشكل دون قطع، على كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. اصلا الفيديو ده انا مصوراه من رمضان وكنت ناسيه على التليفون، فانا بقلب يعني بالصدفه عشان ما حدش يقول انت يعني لسه حاطه فرش رمضان وكده. بقلب يعني بالصدفه في التليفون فانا لقيته فقلت ايه هنزله واوريكم انا كنت عاملاها ازاي. هنا جبت الحله اهوت حطيتها على البوتاجاز، كنت انا غسلاها سايباها بس تسخن معايا الاول. ونزلت اهون بقى باللحمه، لحمه بردك مسكتها وغسلتها تاني بعد ما قطعتها. اديت لها صدمه كده الاول. هقلب بقى هي اللحمه على البوتاجاز، وطول ما هي اصلا على البوتاجاز انا ايدي فيها على طول عشان ما ينفعش ينسها عنها عشان ما تلزقش مني في الحله ولا حاجه. انا بقى اضيف لها هنا شويه من الفلفل الاسمر وبرضك شويه من البهارات، وانا ما بحبش اصلا اكتر بهارات كتير في اللحمه ولا في الاكل عشان اصلا كتر البهارات بيغير طعم الاكل وبيعمل حرقان كده وبيتعب الواحد. فيعني يعني الاكل مش بكتر البهارات والله، هي بتغير طعمها. فيعني بضيف كده حاجات بسيطه كده، اصلا اللحمه هي حلوه اصلا وحيه نفسها مش محتاجه ان انا اضيف لها اي حاجه. بس انا بحط لها بس شويه فلفل اسمر كده بيدوها ريحه كده ونفس حلو وخلاص. زي ما انتوا بقى شايفين كده كنت انا هنا واقفه باني بجيب شويه ميه عشان هضيفهم على اللحمه، عشان انا هسيبها بقى تستوي مع نفسها. عشان ايه يبقى فيها شويه ميه تستوي فيهم، ما بكترش يعني الميه دوبت. زي ما انتوا شايفين كده كوبايه اهيت من الميه، وبحطها بقى كده عليها وبقلبها كويس وبهدى عليها خالص وبسيبها تستوي مع نفسها. وطول ما هي على البوتاجاز بتستوي انا ايدي فيها عشان خاطر لو احتاجت بردك شويه من الميه ايه بضيف لها حاجات بسيطه ما بكترش. هنا هي بقى اللحمه اهي كانت استوت كده حوالي هيجي يعني كانت قربت على السوا، نص سوا نص سوا كده، اصلا كده كده لحمه صغيره وما خدتش معايا سوا. هنا كنت عامله كيلو من اللحمه، فالكيلو من اللحمه بياخد كيلو من البصل. انا مقطعه البصل كده شرايح زي ما انتم شايفين. هقلب بقى هوت البصل مع اللحمه وبرضك ههدي عليهم واسيبهم كده مع نفسهم. انا كنت بردك عليت لي البوتاجاز شويه عشان كنت انا مستعجله في اليوم دوت عشان كنت متاخره على الفطار. انا فاكره يعني اليوم ده كويس. هرجع بردك ههدي عليها تاني واسيبها مع نفسها. وهنا بقى بضيف اخر حاجه خالص الملح اهوت للحمه واسيبها بقى مع نفسها بردك تاني تستوي كده، وهوريكم بقى ايه شكلها في الاخر عامله ازاي. دي بقى الطريقه هي باللحمه بالبصل. في ناس كتير قوي بتسالني بيقولي يا اسماء انت بتعمليها ازاي، لما بيجي يعني يدوقها عندي وكده بيلاقوها حلوه بيقولوا انت بتعمليها ازاي. فدي بقى الطريقه هي اللي عجبته بقى يعملها ويقول لي رايه فيها. وهنا بقى اهيت خلاص كانت اللحمه اهيت استوت ومفيش فيها ميه كتير، هي شربت كل الميه اللي فيها عشان ما بحبش يكون فيها ميه كتير كده بحس ان هي مش حلو، لازم تكون ناشفه كده من الميه. وزي ما انتم شايفين بقى كده اصلا البصل بينزل ميته بيستوي كله مع بعضه كده. لازم تكون ناشفه كده مش فيها ميه. وهنا هي بقى بعد ما استوت شايفين بقى ما شاء الله هوت اللحمه هي شكلها تفتح النفس. ولو لكم بقى على طعمها واللحمه شوفوا دايبه خالص من السوا عشان انا مسويها على نار هاديه وسايباها كده تعيش مع نفسها كده. هيقولوا لي بقى ايه رايكم فيها. عايزه اقول لكم بردك البصل اللي انا حطيته ده طعمه والله احلى من اللحمه كمان ذات نفسها. شارب كده من اللحمه ومن الميه بتاعته بتاعت اللحمه، فطعمه حلو. اللحمه دي بقى والبصل يعني تحسوا ليه بتعمر دماغ الواحد كده والله العظيم. لو دماغكم مصدعه ولا حاجه وكلتوا من الطبق دوت هتلاقوا نفسكم ما شاء الله يعني بقيتوا حلوين. يا رب بقى يكون فيديو النهارده عجبكم
ولو عجبكم بقى من الفيديو ما تنسونوش كده في لايك حلو وفي كومنت حلو، واسيبكم بقى في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.